الرحمن الرحيم. تعالوا نعمل مع بعض بربع كيلو دقيق سبونج، حاجات حلوة جدا هتكون في أسباب سعادتنا. نقول على طول بسم الله في الوصفة. عندي هنا 3 بيضات بحرارة الغرفة، عليهم ذرة فانيليا صغيرة سواء سايلة أو باودر، معلقة صغيرة محسن كيك جل، وربع كوباية مية، وعليهم ربع كيلو دقيق سبونج بالفانيليا، ولو عايزين بالشوكولاتة نجيب بالشوكولاتة. هنضرب كل دوت بالمضرب وهوريكم القوام هيوصل ازاي. ده قوامه، بصوا عامل ازاي، تضاعف معايا الحجم، حبيت اوريكم بس شكله. عندي هنا صاج وحطاله ورقه زبده، ممكن تحطوه في صينيه مدوره وممكن تحطوه في صينيه مربعه، اللي انتوا عايزينه اي مقاس، بس انا هقول لكم ليه حطيته في الصاج عشان هوريكم في اخر الفيديو ايه الافكار بتاعتي. انا طبعا مشغله الفرن عندي مسبقا من قبل كده. انا هفرد الصوص دوت في الصاج كويس. انا فردته كده كويس، هدخله الفرن زي ما قلت لكم شغلها من قبل كده، مش هياخد معايا 12 او 15 دقيقه بالظبط، طبعا كل واحده وحسب الفرن بتاعتها. على بال ما ادخلها الفرن وتستوي نقول لكم على بقيه الخطوات. هنعمل مع بعض بقى الكريم شانتيه بطريقه وهميه. عندي هنا كوبايه الا ربع كريم شانتيه خام، عليهم زيهم سكر، كوبايه الا ربع برضو، وباكت كريم كراميل، ده هيودي الكريم شانتيه في حته تانية، ومعلقتين لبن بودره. عندي بقى كوباية مية ساقعة على لبن، يعني نص ونص، علشان نعمل توفير شوية. هضرب كل دوت بالمضرب لحد ما حجمه يتضاعف. ده قوام الكريمة عشان تعرفوا انها ناجحة، بتبقى عاملة زي المنقار كده زي ما انتوا شايفين كده، لا سايلة قوي ولا متماسكة قوي. انا هشيلها بقى في التلاجة، هفضيها في بولة تانية، احطها في التلاجة لحد ما الكيك يستوي. الكيكه بعد ما طلعت عايزه اقول لكم تحفه، وسبتها تبرد خالص عشان ما تفرولش مني. هقسمها كده نصين بالطول. هجيب اي كوبايه او قطعه عندك تكون على شكل دوريه، وهعملها كده هقول لكم ليه. انا مجهزه عندي صوص الفراوله التوبنج اللي احنا عملناه مع بعض قبل كده، وكمان عندي صوص لوتس، وكمان بفكك صوص شوكولاته دارك وصوص شوكولاته ابيض علشان اقول لكم هنعمل ايه. وده الكريم شانتيه اللي احنا عملناه مع بعض. انا هنا جايبه القوالب دي من عند محلات مستلزمات الحلواني. ليه كده؟ انا عشان كده قلت لكم ان انا هحطها، قطعتها بالكوبايه مدوره. ممكن تعمليها في اسطمبة كبيرة زي ما انت عايزة، بس انا حبيت اعملها بالشكل دوت عشان نحبب الاطفال يعني في الحاجات دي كأنها جايبينها من بره. هعمل طبقة كيكة وطبقة كريم شانتيه وطبقة كيكة، وفي الاخر هحط التوبينج. ده شكله النهائي بعد ما زينته باللوتس وبالكراميل، صوص الكراميل وصوص الفراولة انا عملته معاكم قبل كده. وطبعا طريقة تسييح الشوكولاتة الدارك والبيضة على حمام بخار او على الميكرويف. انا عملت حوالي اكتر من 15 كوبايه من دول، بس دول اللي انا يعني حبيت اصوره لكم، التاني لسه بفنش فيهم. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم. كل دوت من ربع كيلو دقيق سبونج. يا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هزوركم بصفات تانية جديده.